السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، حوالكم هانيه، كنتمنى ربي ان شاء الله تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشارك معكم غديوه ديالي متواضعه اللي غادي نحضروا بعد السرديل هذا. غادي نعملوه يعني كشكل كفته، وغادي نعملوه بواحد الطريقه مختلفه زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم البنات. الا تبعتوا معايا اكيد الخطوات كلها من الاول حتى الاخر. ودابا بسم الله على بركه الله غادي ننتقلوا لطريقه تنقيه السرديل ديالنا. وإلا عجبتكم الطريقه في الاخير البنات قولوها لي في التعليق ان شاء الله كيفاش جاكم بهذه الطريقه هذه، باش غادي نوجدوا معكم ان شاء الله. بالنسبه للحوت ديالنا السرديل ديالنا يعني راه غسلناه وزولنا منه يعني المصارم ديالو، حيدنا منه الشوك، زولنا منه حتى الشوك اللي كيكون فيه، وديك الجلده اللي كتكون على الظهر ديالو حتى هي زولناها باش تخرج لينا الكفته ديال السمك ديالنا، يعني ديال السرديد ديالنا نقيه وزوينه. من بعد الغزلات، من بعد ما يعني نقينا السرديل ديالنا وخلينا في الشبكه حتى تقطر مزيان، حتى هبط منه الماء اللي كيكون فيه كامل. بعد ضحى النهار راه الكفته ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي ناشفه وزوينه. اما في هذه المرحله غادي ندوزو المقادير الاخرين ان شاء الله اللي غادي نضيفوا الكفته ديالنا. بالنسبه للمكونات والمقادير، عندي واحد الحبه ديال البصل محكوكه حكيناها في الحكاكه اليدويه يعني في الجهه الغليظه، وعندي واحد نص كاس تقريبا ديال الرز بعد ما سلقناه، وشويه د الحمض مصير مقطع طريفات صغار، ومن بعد عندنا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين حتى هما يعني رقاق، وعندنا شويه ديال الثومه محكوكه، واحد تقريبا 3 دروس ديال الثومه محكوكين. وصافي من بعد كنضيفوا المكونات ديالنا والمقادير ديالنا على الكفته ديال السرديل ديالنا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للعطريه البنات عندنا معلقه عامره ديال الكمونه، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكرجبير، وشويه ديال الخرقوم البلدي مليحه بطبيعه الحال، وعندنا واحد نص معلقه تقريبا ديال الابزار. وصافي من بعد كنضيفوا العطريه ديالنا على الكفته ديالنا بهذه الطريقه هذه انتم كيف ما كتشوفوا. من بعد غنضيفوا واحد تقريبا 2 ملاعق ديال الزويته بلديه. وصافي من بعد غادي نخلطوا كلشي، غادي نخلطوا يعني المقادير ديالنا مع الكفته ديال السرديل ديالنا ديال السمك. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي روعه وكتجي لذيذه بزاف بهذه الطريقه هذه مع هاد المكونات اللي ضفنا. وبالنسبه للبصله اللي ضفنا فيها حتى هي راه كتزيدها اللذه البنات ان شاء الله جربوها بهذه الطريقه هذه وردوا عليا ان شاء الله كيفاش جاتكم، راه غادي تعجبكم. هذه هي الكفته ديالنا كتجي بهذه الطريقه هذه من بعد ما خلطناها مزيان. غادي نخلوها يعني على جنب حتى تشرب شويه، الحكم اننا ضفنا فيها الرز راه كيشرب شويه باش يعني تشد في راسها. من بعد غادي ندوزو للطريقه ديال الطياب ديالها، خليكم معايا البنات. اما بفضل اللحظه هذه غادي ننتقل لطريقه تحضير الرز ديالنا بواحد الطريقه اللي ان شاء الله كنتمنى تعجبكم. الكميله ديالنا الحبوبات ضفنا واحد شويه الزويته مع واحد البصله، يعني واحد الحبه ديال البصل مقطعه رقيقه، ثم غادي نضيفوا شويه ديال الفلفله الحلوه، عندنا القليل من خضراء والقليل من صفراء، يعني خلطنا هاد 2 د الالوان غادي نضيفوهم حتى هما باش نشحرهم مع البصله اللي ضفنا. ثم عندنا البنات القليل من الكراميل اللي قطعناه مربعات، لكن ما غاديش نضيفوه دابا حاليا، غادي نخلوه هو الاخر. فهاد اللحظه هذه غادي نشحروا الفلفله ديالنا مع البصله اللي عندنا، ثم غنضيفوا عليه الرز، واحد تقريبا كاس ديال الرز عامر مملوء. بعد ما غسلناه غادي نضيفوه في هذه اللحظه. من بعد كنزيدوا شويه د الملح، يعني كنضيفوا شويه د الملح للرز ديالنا،
ثم كنزيدوا واحد 3 د الحبات ديال القرنفل. الدور ديالهم كيعطيو واحد النكهه للرز ديالنا زوين بزاف. كنخلطوا المكونات ديالنا كاملين مع بعض، الرز مع الفلفله الحلوه ديالنا. المهم كنخلطوا كلشي حتى نحسوا بالرز ديالنا بدا كينشف. ثم كنضيفوا ليه الكراميل اللي عندنا، انتم كيف ما كتشوفوا اللي قطعناه مربعات. فهاد اللحظه هذه غادي نضيفوا الماء اللي غادي يكفي الرز ديالنا باش يطيب. غنضيفوا ليه واحد تقريبا 2 كيسان ديال الماء. نظن غادي يكفوا باش يطيب لينا الرز ديالنا، حيت الكراميل حتى هو فيه يعني كيطلق الماء ديالو. اما في هذه اللحظه هذه غادي نغلقوا، يعني غادي نسدوا على الكاميله ديالنا باش يطيب لينا الرز ديالنا. بعد ما يبدا يطيب كنحسبوا ليه واحد 10 دقائق تقريبا وصافي، وكنرجعوا كنلقاو الرز ديالنا نشف وشرب الماء ديالو يعني وطاب وجاد. خليكم معايا البنات، من بعد نرجع معكم باش نوجدوا هاد لاصوص طوماط البنات اللي غادي نضيفوا ان شاء الله من بعد للرز ديالنا اللي حضرناه. هذه واحد تقريبا 2 حبات ديال الطماطم. من بعد ما طحناهم بالقشور ديالهم في الطحانه الكهربائيه وضفناهم في المقلاة. من بعد ضفنا لهم شويه د العطريه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال السكرجبير، وشويه التحميره ومليحه، وشويه ديال الزويته بلديه. من بعد غادي نخلو لاصوص طوماط ديالنا باش يطيب. يعني غادي غنقصوا ليه العافيه ونخلوه ينشف على خاطره. خليكم معايا ان شاء الله. من بعد ما يطيب لاصوص ديالنا غادي نرجع معكم باش نكملوا المراحل ديال الغديوه ديالنا اللي وجدنا مع بعض اليوم. فهاد المقلاة بدينا يعني بديت كنطيب واحد شويه د الفريت اللي قطعتها وضفناها في الزيت ديالنا. فهاد اللحظه هذه راه كطيب. خليكم معايا باش نشارك معكم الطريقه النهائيه اللي غادي نحضروا بها الرز ديالنا. باش غادي يعني غادي نضيفوا عليه لاصوص طوماط ديالنا. بعد ما نشف راه كيجي بحال هكا، يعني كيجي بهذا الشكل هذا، راه كيجي ثقيل ونشف مزيان وكيجي لذيذ وبنين رائع، ما نقولش لكم البنه. يا سلام. فهاد اللحظه هذه راه الرز ديالنا حتى هو راه نشف، شرب الماء ديالو. غادي نزولوا منه دوك الحبات ديال القرنفل اللي ضفنا ليه، حتى هما راه عطاو واحد النكهه ديالهم. يا سلام، الريحه طالعه، شهوه منها البنين. في الحقيقه راه روعه بهذه الطريقه هذه باش حضرناه. فهاد اللحظه الحبوبات صافي اللي يعني راه وجد الرز ديالنا غادي نخلوه على جنب حتى نقدموه بالطريقه ديالنا ان شاء الله اللي غادي نقدموه بها في نهايه الفيديو ديالنا. اما في هذه اللحظه هذه غادي ننتقلوا للغزالات باش نحضر معكم واحد شويه السلطه دو فخوي بالبنان والتفاح. بعد ما قطعناهم بالطريقه هذه بهذا الشكل هذا مربعات صغيره، ثم ضفنا لهم واحد الكاس صغير مملوء ديال العصير برتقال طبيعي ومع واحد المعلقه ديال سنيده الخاشين، وصافي كنحركوا كلشي مع بعض حتى يندمج لينا كلشي مع الفواكه ديالنا بهذه الطريقه هذه. ثم كنحطوهم يعني كنحتفظوا بهم في الثلاجه حتى نبغوا نقدموهم هكايا في الطبيصلات كمرافقين مع الغديوه ديالنا. كيف ما قلت لكم البنات، في هذه اللحظه هذه غادي ننتقلوا ان شاء الله باش نوجد الطبق اللي غادي نوضعوا فيه، يعني اللي غادي نحط فيه، اللي غادي نقدموا فيه ان شاء الله الحوت ديالنا، الكفته ديال السرديل ديالنا اللي وجدناه مع بعض. انتم كيف ما كتشوفوا. كنعتذر منكم بعد كان مع هذا التصوير كتزعزع عليا الكاميرا، شد الكاميرا بواحد اليد وخدامه بواحد اليد. قبلوا عليا البنات. غسلنا واحد شويه، من بعد ما غسلنا واحد شويه د الخس ونشفناه مزيان، فرشناه في الطبسيل اللي غادي نقدموا فيه الكفته ديالنا ديال الحوت، يعني ديال السرديل اللي صايبناها مع بعض. المهم راه صايبناها بهذه الطريقه، راه غادي نطيبوها بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه فوق الفخر فوق الجمر في الشوايه. كنفضل يعني فضلت انني نطيبها بهذه الطريقه هذه، راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه بزاف. جربوها ان شاء الله، راه غادي تعجبكم بهذه الطريقه البنات بزاف. راه ما نقولش لكم البنه والمذاق ديالها كيفاش كيجي، راه كتجي بحال الكفته العاديه يعني ديال اللحم. جربوها ان شاء الله، المذاق ديالها غادي يجيكم بحال الكفته العاديه. اما في هذه اللحظه هذه من بعد ما طيبنا يعني الدفعه الاولى، وزدنا الدفعه الثانيه، ودابا في هذه اللحظه هذه راه كنحط في التبصيل ديال التقديم الفريت ديالنا، وضعناه من الوسط، حطيناه من الوسط ديال التبصيل وفرشنا له هكايا الخص في الجوانب. من بعد كنضيفوا الكفته ديالنا، كنحطوها يعني كندوروها على التبصيل في الجوانب
هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي كتشهي بهذه الطريقه هذه. من بعد ما شويناها فوق الجمر كتجي يا سلام. والبنه ما نقولش لكم. وضفنا شويه ديال القطع ديال الطماطم في الجوانب، والفلفله الحاره حتى هي راه شويناها مع الكفته ديالنا. العشاق الحرور يعني الفلفل وانا منهم. وصافي هذا الشيء اللي كاين البنات. نتوما كيبقى لكم الاختيار، حتى لو بغيتو تشووا معها البصله يعني كتقطعوها دوائر مع مطيشه راه يمكن لكم. وصافي هذا هو الطبق ديالنا ديال الكفته ديالنا ديال الحوت ديال السردين اللي وجدت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي حضرنا بها اليوم الكفته ديال الحوت ديال السردين ديالنا مع بعضنا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا ان شاء الله بنفس الخطوات. اما بالنسبه للسلطه الدوفخوي ديالنا راه كيجي بهذا الشكل هذا. من بعد ما وضعناهم في الثلاجه شويه حتى بردوا ورافقنا بهم الغديوه ديالنا وضعناهم ياك وقدمناهم في طبيصلات صغار بهذا الشكل هذا كيجوا باردين يعني وكيجوا لذاذ. اما بالنسبه للرز ديالنا غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه النهائيه والطريقه باش حضرناه يعني في الاخير. يعني قدمناها البنات على شكل البايله، وضعناه يعني في المقله ورديناه فوقنا يعني رديته فوق البوطه حتى سخن مزيان يعني حتى تشحر مزيان من الجوانب. من بعد حكينا عليه واحد شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق، وزوقنا البايله ديالنا بشويه ديال الكروفيت من الفوق، شويه ديال القمرون. انتم كيف ما كتشوفوا راه كتجي بهذا الشكل هذا راه كتجي كتشهي ما نقولش لكم. بعد ما رديناها مازال فوق البوطه حتى تشحرت مزيان في الجوانب راه باقا سخونه. في الحقيقه راه جات روعه بالطريقه هذه. جا الرز بنين بزاف. راه ما نقولش لكم البنات كيفاش جا الرز ديالنا البايله ديالنا جات لذيذه كتستحق ان شاء الله التجربه. جربوا طريقه الرز بهذه الطريقه هذه راه غادي تعجبكم ان شاء الله، غادي يعجبكم وغادي تشكروني عليها. اما بالنسبه للعصير الليمون عصير البرتقال اللي رافقنا به الغديوه ديالنا عصرناه حتى هو يعني بيدينا وخوينا يعني وضعنا في القرع ديال الدجاج ووضعناه في الثلاجه حتى برد ورافقنا به الغديوه ديالنا. بالنسبه للطبق الرئيسي ديالنا اللي وجدناه بكفته السردين بالكفته ديال السمك كيجي روعه ويا سلام ما نقولش لكم تبارك الله ما شاء الله. وفهاد اللحظه كنشكر كاع اللي وصل معايا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنساوش الاشتراك واللايك وشي تعليق من عندكم البنات. ان شاء الله شجعوا هذه القناه الصغيره ان شاء الله اللي غادي تكبر اكيد بجهد الله وانتم بطبيعه الحال. بسلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.